بسم الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روتيني الذي أعشقه روتين يومي جديد. النهاردة هزرع لكم السطح إن شاء الله. بتنجان جيني هدية من ناس صحابنا يعني. ده شوية بتنجان وفلفل وأنا حطاهم في المية عشان ما ينشفوش. ده الشتلة بتاعت البتنجان والفلفل، شتلة صغيرة أي نعم. فجهزت التربة جوه البرنيكة بتاعت اللي أنا بزرع فيها. على فكرة البتنجان زراعته كويسة حلوة قوي فوق السطوح وجميلة جدا هو والفلفل. بصوا يا جماعة، دوبك انت بس كده بتجرسي الفلفلاية والبتنجانية او الشتلة في التربة كده وترويهم مية ومش هتسقيهم تاني لحد ما الشتلة البتنجان او الفلفل هتقف، تعدل رقبتها كده وتقف. الحاجات البتنجان والفلفل من الزراعات الناجحة جدا، زي الطماطم فوق السطوح. فأنا هزرع كذا يعني كذا تقفيصة. دي كمان أنا كنت زرع فيه طماطم قبل كده وشلت منه الطماطم، وبرضه هزرع فيه كام شتلة من البتنجان والفلفل في التربة. أنا نظفت التربة فقط، يدوبك نظفتها وهيئتها للزراعة يعني كده بأي حاجة بسكينة. هويها كده عشان تعرفي تزرعي فيها، عشان تبقى مهوية متبقاش كابسة في بعضها يعني. وهزرع فيها كام شتلة بتنجان. على فكرة أنا اللي كنت مصورة الفيديو ده أولت امبارح. البتنجان والفلفل رفع رقبته، وأنا خدت منهم كام شتلة كمان وزرعتهم في مكان تاني، لأن المكان حسيته ضيق شوية. فالمفروض طرد إن الجرد اللي أنا بزرع فيه ده ما ياخدش أكتر من 2 أو 3 شتلات. أنا زرع فيه حوالي 6، فخدت منهم 3 في مكان تاني زرعته. ده روتيني اليوم النهارده، روتيني الجديد بتاع النهارده اللي انا عملته النهارده. وده جردل البلاستيك برضه هزرع فيه شتلة فلفل او بتنجان. وعندي الزير ده انا كنت زارع فيه الطماطم برضه. حوشت منه الطماطم وخلاص عشرة الطماطم نشفت، وهزرع فيه شتلتين 3 بتنجان وفلفل برضه من الحاجات الناجحة جدا يا جماعة. المنطقة انتوا شايفين انها كلها مشمسة. بعد ما خلصت في الفترة دي طبعا يا جماعة ما بتسقوش مية كتير لحد ما الزرع يمسك نفسه. ده ضروري جدا عشان نجاح الزرع فوق السطوح او في البلكونة. وهوريكم ان شاء الله، هتابع معاكم لما يكبر الفلفل البتنجان، هوريكم ازاي هو ناجح. اتمنى ما تنسوش تعملوا في تقديم وتأخير للفيديو، فدي عشان يوصلكم كل ما هو جديد. فانا فيها كام طماطمه هي العشه نشفت خالص، فانا هشيل الطماطميه دي وهزرع البتنجان والفلفل بتاعي. شايفين العرشه ناشفه، معلش هو ده الجزء اللي اتاخر من الفيديو. وحوش منه الطماطم، فيه كام حبايه طماطم بس العرشه نشفت فما تنفعش ان انا حتى ارويها تاني. خلاص كده انتهت. ده روتيني الجديد النهارده، وروتيني اللي انا بعشقه، وانا ببقى مبسوطه جدا وانا بزرع في الحاجات دي. انا بحس ان انا قاعده في الجنه طبعا. صراحه انا بعشق جدا الزرع ده، روتيني الذي اعشقه. الطماطم ده عشة الطماطم روتين تحفيزي ليكم، منها حبات الطماطم اللي عندك بلكونه وعندك سطح بيت. العرشه طبعا كفايه شويه الشمس اللي عندك، فانت عندك بس كده مش عندك ادي الخير كله. فقومي ازرعي والفلفل انا زرعتهم في الزير. الزير حلو خالص، بس مش عارفه الزير كده يطلع ان هو مضروب بعد ما انا زرعت فيه. مش عارفه عمل قشره كده من بره وباظ شكله كده، يعني خامته مش كويسه. ما الناس ما بقاش عندها ضمير. بصوا كده هوريكم بعض الزراعات الناجحه قوي قوي. زراعه الصبار فوق السطح، بص شايفين الصباره مزهره ازاي وناجحه جدا. ازاي تخلي الصبار زراعته ناجحه. ده الصبار والتين الشوكي، انا زرعت صباره وتين الشوكي. فبصوا الاعتناء بالصبار انك انت ما تسقوش ميه كتيره فوق السطوح.